السلام عليكم. اليوم حاب نجرب الوضع الليلي بالتصوير مال الفيديوهات بالاكشن اوزمو اكشن 5 ونشوف شنو الوضع بيها. يلا خليكم ويانا. طبعا هنا دا نشوف الاعدادات قبل لا نبلش التصوير. دا صورة بكاميرا الايفون. الاكسبوجر اني خاله على الاوتو والوايت بالانس خاله اوتو، وبالنسبة للألوان هي على التين بت النورمال طبعا، والتون نيوترال، سيناريو ديلي، يعني ما مغير أي شي، خاله على الإعدادات الطبيعية. هذا التصوير حاليا من كاميرا الآيفون. هسه راح أحول لكم على الكاميرا مال الأوزمو أكشن 5 ونشوف. يلا هسه حاليا هذا إنارة الشارع مثل ما تلاحظون. طبعا الايزو انا مختاره بين 100 وال 800، فتشوفها ظلمه كلش. حاليا راح اغير النمط مال التصوير، اخليه على السوبر نايت اللي هو واحدة من الخاصيات اللي موجودة بهذه الاوزمو. يلا نغيره. طبعا هسه راح نختار سوبر نايت ونبدي نصور. هذا التصوير بالايفون، راح اختار ونغير. هسه هذا حاليا تصوير بنفس الشارع، بس غيرنا المود، غيرناه الى السوبر نايت مود. يعني ما شاء الله تبارك الله، الوان مختلفة، انارة اختلفت، هواي تفاصيل. هسه شوف هذا الشارع نفسه، قبل شوية كنا نتمشى بيه كان شارع اظلم، كل شي ما يبين. هسه ممتاز، يعني حتى الملامح مبينة، قبل شوي ما مبين اي شي. طبعا انا هنا ما مشغل تثبيت الافق. هسه اشرح لكم عن الاعدادات مال التثبيت بالنسبة للكاميرا. قبل شوي هنا كنا انارة اختلفت كليا. هذا شوف كل زين يعني هسه هذا الشارع هنا اكو انارة، نجي هنا ماكو انارة بس مبينة. اذا نقارنه بكاميرا الايفون 15 برو ماكس، هذا التصوير حاليا كاميرا الايفون 15 برو ماكس، وهذا نشوف هذا حاليا بالكاميرا الاوزمو اكشن 5. بالنسبة للتثبيت بالنمط الليلي فموجود بيه، تقدر تطفيه، وتقدر الروك ستدي، وتقدر الروك ستدي بلس. الروك ستدي يشتغل على الستاندر والوايد بالنسبة للعدسة مثل ما تلاحظون. الروك ستدي بلس هذا يشتغل ايضا على الوايد وعلى الستاندر، بس التثبيت الافق اللي هوريزونتال ماكو، ما موجود. فراح نجرب هسه الروك ستدي بلس، راح احاول اتحرك بسرعة ونجربه بالنمط الليلي. يلا راح اغير التصوير للكاميرا. طبعا حاليا احنا على الروك ستدي بلس. هيدا نشوف، نركض ونجرب. يعني بس نجرب ثباتيته. بس اني دا اهز هيج
بسرعة بالكاميرا أحاول أشوف الثباتية. روك ستدي بلس. أركض مرة أخرى كأنه مثلا نلعب طابة. ممتاز، يعني ثباتيته مثل ما تلاحظون فشي روعة. طبعا واحدة من الشغلات اللي خلتني اختار الأوزمو أكشن 5 النمط الليلي مالتها، يعني رائع جدا. تعبت لين كنت أركض نجرب الروك ستدي بلس. اي فهالسبب اختاريتها، يعني فضلتها على الجو برو 13. فهاي التجربة كانت قدامكم عملية. ان شاء الله بالفيديوهات اللي جاية نشوف التصوير النهاري، ونشوفها ايضا بالصور، ونقول لكم رأينا. نشوفكم على خير، في مان الله.